السلام عليكم بنات. اليوم غنحضروا مع بعضياتنا هاد الحلوه اللي كتكون 3 طبقات. طبقه ديال الصابلي وطبقه ديال الكريم اللي غتجي فيها لداخل كطيب معاها، وهاد الطبقه ديال الكريم اللي منكها بالسيترو من الفوق وبالزين. واخا كتبان بلي شي حاجه صعيبه، بالعكس ساهله بزاف، يمكن اي واحد يوجدها. المكونات ديالها ساهلين، ماشي شي حاجه صعيبه واللي ما يقدرش الواحد يلقاها. كنتمنى تفرجوا في الفيديو كامل، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلايك واشتراك في القناه، وخليكم مع الفيديو. دابا غنبداو بالطبقه الاولى اللي هي الطبقه ديال الصابلي. غنحتاجوا لها 75 غرام ديال السكر، قيم 3 المعالق كبار عامرين، 100 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال الدقيق. الا بغيتو تعبروه بالمعلقه غيجيكم 8 المعالق كبار عامرين، واحد المعلقه ديال الحليب، بيضه، فاني، ومعلقه صغيره ديال الخميره عامره. نجيب واحد البول ندير فيه البيضه، السكر، غنزيد عليهم واحد القبصه ديال الملح، الفاني، واللي كيحاول يحلبها باش يدخل عندي. انا استعملت هنا الفاني السائل، معلقه ديال الحليب، نخلطوهم مع بعضياتهم. دابا غنضيف الدقيق مره واحده، نضيف الزبده خصها تكون بارده، ما تكونش بدرجه حراره المطبخ. انا يلاه خرجتها دابا من الثلاجه. معلقه صغيره عامره بهذا القياس ديال خميره الحلو، غنخلطهم غير بالفرشه. هاد العجينه راه ما كتجيش شاده راسها، كتجي كتلصق في اليد، يعني ما كتجيش بحال العجين ديال الصابلي اللي كيجي واقف وشاد راسو، كيجي كيتلصق، ولكن كطلع به الحلوه غزاله، كيجي رطب خفيف. فاش تكونوا كتقطعوا الحلوه ما تيبقاش يتكسر ويتهرس يتفرتت من التحت، كيتقطع بسهوله في نفس الوقت بالقوام ديال الصابلي. حاولوا تخدموها بشي فرشيطه، ما تخدموهاش بيديكم، لحقاش الا خدمتوها بيديكم العجينه غتلصق لكم في يديكم وغتقدروا تعجنوها. حنا مبغيناش نعجنوها، بغينا غير نجمعوها. هاهي جمعت. القوام ديالها كيجي بحال هكا، كتحسوا بها كتلصق، كتجي شاده راسها. غندخلها للثلاجه واحد نص ساعه تبرد وتشد راسها، ولا يمكن لكم تدخلوا حتى للمجمد تبرد وتشد راسها. وغنطلقها فوق الورق ديال الفران. هاد المراحل ما غنصورهاش لكم لحقاش الاغلبيه كيعرفوها. ومن بعد غنغلفها المول اللي انا باغا نستعملها فيه. انا عجنت بيدي، يدي راني غسلها. هذا هو القالب اللي غنلبسها ليه، كيتهز من التحت. هذا راه ماشي رقيق غليظ، يعني متين وصحيح مزيان، يعني واخا نحطو منه الفران ما كيحرق ما حتى حاجه. ونطلقوا من بعد فاش لبسها القالب ونشوفوا تتمه المراحل. البنات من بعد ما بسطت العجينه في هاد
هاد الصني هذا ماشي بالضروره تبسطوها في ورقه فوق هكا في البابي ديال الفران عاد ديروهم فوق، تقدروا تبسطوها ديريكت بيديكم وتعاونوا بشويه الدقيق باش ما تلصقش لكم، ترشوها هكا مره شويه الدقيق وتقرصوها باش ما تلصقش لكم. العجينه اللي شادت ليا مع الجناب نحيتها بواحد السكين وعاودت سرحتها على شكل شريط طويل. العلو ديال الشريط درتو تقريبا قد العلو ديال الصني اللي عندي من هنايا. جبت واحد الساكل، نجيب واحد الساكل هكا ندور ونحاولوا نجيبوه في الوسط، يعني الوسط ديال ونقطعوه هكا، نحيدو العجينه اللي بقات من الوسط نحيدوها على جنب. وهذا الشريط اللي درنا غنلويوه على هذا الساكل. نحيو الزايد نحاولو نقادوه ونجيبو هكا سكين، نجيبو سكين ونحاولو نحيدو هكا الزايد باش تجي عندو من الفوق قاد. هكا نحيدو هكا باش ما في الحلوه باش طيب ما تجيش مشنتفه من الفوق وتجي كما كيقولوا شي معلي شي مدلي بحال هكا. من التحت معليش، المهم تكون هابطه. غنحاولوا نحطوه بوسط مقطعنا ونركو عليه يبط ونجيو هكا بالصبع ديالنا ونقرصوا على الجوانب. القطر ديال هاد الدائره نتوما عندكم الاختيار، تقدروا ديروها كبيره ديروها صغيره، يعني على حساب الدوره اللي نتوما بغيتو. القطر ديال الدائره وعندكم فيه اختيار. انا درتها صغيره شويه ما كبيراش باش يبقى تجي على الاقل في الحلوه يجي فيها ما يتنكل. ملي درتها صغيره غتجي صغيره بزاف. غنطرفو على جنب وندوزو نخلطو الكريمه اللي غتجي في الداخل ديالو قبل ما ندخلوه الفران، لحقاش غيطيب هو الكريمه ديالو مره واحده. غندخلوه في الثلاجه لحقاش فيه الزبده بالزايد، غندخلوه الثلاجه بين ما وجدنا الكريمه. ودابا ندوزو الكريمه اللي غتجي في القلب ديال الحلوه. غنحتاجو 350 غرام ديال الجبن طري، ممكن تستعملوا فيلادلفيا. انا البنات اللي في المانيا استعملت شبايزر كفاك. نص كاس ديال السكر، واحد الساشي ديال الفاني ولا شي حكه ديال قشره الليمون حامض، كاس لاروب ديال الحليب، كاين 2 معالق كبار ديال الزبيب يكون مغسول من قبل، واحد 2 المعالق عامرين بحال هكا ديال البودره ديال الكريم باتيسري، واللي ما عندهاش ما كتوفرش عليها يمكن لا تعوضها بنشا. هي اللي عوضتوها بنشا ضروري تطوبلوا الكميه ديال الفاني. 3 المعالق كبار عامرين ديال الزيت وبيضه. غندير ديريكت الطريقه واحد الشبانه نبعد هادو باش يبان لكم ديال الفاني، السكر، قبيصه الملحه لا داعي للذكر ديالها، ديما في الحلويات خصها تكون القبصه ديال الملح، الزيت، نضيفو بودره ديال الكريم باتيسري. بلدي في المانيا بودينغ، يمكن لكم تستعملوا ساشيه ديال البودينغ.
الحليب، دابا نضيف هاد 350 غرام ديال الجبن طري. فيلادلفيا يمكن لكم تعوضوها بها، ولا البنات اللي في المغرب جبلي. الا درتو فيلادلفيا ولا جبلي ما ديروش طبسه ديال الملح لحقاش هما مالحين. هاد جبلي اللي استعملت انا ما فيش ملحه. قلت لكم تحكوا حامضه ولا ليمونه، ديروا قشره ديال الحامض محكوكه ولا قشره ديال الليمون محكوكه. انا ما درتهاش، اكتفيت غير بالنكهه ديال الفاني. هو الخليط يجي هكا. غنضيف الزبيب، غنخرج الصابلي ديالي من الثلاجه باش نصبو فيه هاد الخليط. انا خرجت الصني ديالي اللي فيه الصابلي من الثلاجه، راه باقي خضر ما طيبتو ما حتى حاجه. نصبو فيه كنصبو المغرفه باش الزبيب يجي في جميع الاجزاء. نجيب واحد الورق المطبخ نمسح به هنايا باش ما تحرقش. ودابا ندخلوها الفران على درجه حراره 180. الفران يكون مشعول من التحت ومن الفوق، ما تخافوش عليها، ما ديروا من تحت منها لا صني واحد اخر لا حتى حاجه. لا تقولوا غتحرق من التحت قبل ما طيب لينا الكريمه، ما غاداش تحرق، بالعكس الا درتوا ليها شي صينيه من التحت وعاد دخلتوها الفران الصابلي ما غاديش يطيب لكم من التحت، ما غيتحمرش. فاش غتخرجوا الحلوه غير غتجلس واحد 4 ولا 5 السوايع غتبداو تحسوا بلي الصابلي ديالكم كيتعجن. دخلوها مباشره، حطوها فوق الشبكه ديال الفران في الوسط ديال الفران، يكون مشعول من الفوق ومن التحت على درجه حراره 180. المده ديال الطهي غتراوح ما بين 40 حتى 50 دقيقه. فاش نخرجها نقول لكم شحال خدات معايا البنات. من بعد ما وجدات الحلوه ديالنا ها هي كيفاش كتجي. فاش كانت في الفران راه هاد الكريمه تنفخات حتى تقبقبات هكا. من بعد ما طفيت عليها الفران خدات ليا الوقت 40 دقيقه بالضبط على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. طفيت عليها الفران وحليت الباب ديال الفران وخليتها لداخل حتى نزلات، ما كتبقاش طالعه كتنزل. هكا كيجي هكذا محمره. هاد القالب في الحقيقه اللي زوين فيه كيكون ساهل التحيات ديالها ما تنحيها. انا غنغلف بلاستيك غذائي. دابا هي راه بردات، خرجت دابا تقريبا شي ساعتين باش خرجت من الفران. غنغلفها بلاستيك غذائي وغندخلها للثلاجه حتى غدا ان شاء الله عاد نزينها. نتلاقاو غدا ان شاء الله نزينو مع بعضياتنا. البنات ها هي الحلوه ديالنا من بعد ما بردات. انا خليتها باتت ليله كامله في الثلاجه، صايبتها البارح بالليل واليوم عاد نطلقها. خفقت شويه الكريمه، الكريمه ديال الخلق خلطتها مع الكريم شونتي بودره بالنكهه ديال السيترون وخفقتها. يمكن لكم تخلطوها مع الكريم شونتي بودره وتزيدوا عليها السكر والنكهه اللي بغيتو. درت ليها هذا الراس هذا. غنبداو دابا ديال التفتيت.
في هذه المرحله البنات جربت الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف، لحقاش غير مراحل ديال التزيين. غنكمل التزيين ديال الحلوه ديالي بالكريمات الخفق مخفوقه مع 2 معالق كبار حتى ل3 ديال كريم شونتي بودره. انا استعملت الكريم شونتي بودره بالنكهه ديال الحامض. نتوما يمكن تستعملوا اي كريم شونتي بودره عندكم، واخا ما يكونش منكه زيدوا عليه فاني، اي نكهه متوفرين عليها. وغنزين بالتوت الاحمر والتوت الازرق، وبعد اوراق الجرجير، ورود قابله للاكل. ضروري البنات يعني هاد الكلمه سطروا عليها، ورود تكون قابله للاكل، او لا ما تزينوش بورود كاع. فالورود العاديه كتكون مرشوشه بمواد كيماويه اللي تقدر تكون ضاره للبعض وسامه للوليدات الصغار ولا للبعض الاخر. ضروري تكون ورود قابله للاكل. خليكم مع مراحل التزيين. البنات هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما ساليناها، كتجي بحال هكا بهاد الورود القابله للاكل. سهله زوينه وشي حاجه في الحقيقه راقيه، كتجي ديكور ولا في المذاق زوينه احسن من اللي كيكون غير صابلي بوحدو فيها كريمه لداخل. الواحد فاش غيقطع غيلقى شي حاجه لداخل. كنتمنى الوصفه تعجبكم، كنتمنى نكون خفيف تضلع على قلبكم، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو، عجبكم المحتوى ديال القناه، تشتركوا في القناه ودعموني بلايك وبتعليقات. السلام عليكم، المره الجايه ان شاء الله.